السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعصام ملوحي، الأمور واضحة وصريحة جدا على كل المستويات. وفي باب السويقة كغير أرسلت معناها لمجموعة معناها محكمة العدل الدولية لا رغم الأنف، أرسلت لها باش تعرف ملفي رغم الأنف، خاصة المكاتب التعديل ونوفهم باش تعرفوا ملف عصام رغم أنف ونوف. اشترهم جماعة مرتشية، اشترهم مرتشية وأتحمل مسؤوليتي في ذلك عدليا دوليا، ولن أتفوه بكلمة كما حبوا يصفيوا مخ عصام، ولا نحكي على القضاة والعناصر المورطة في محكمة العدل الدولية خاصة منذ ملف 2014 لغاية اللحظة، و... وأجابيهم وأحاججهم وأطالبهم بالمناظرة في كل أصقاع الخمسة قارات. بالنسبة لي أنا الأمور واضحة وصريحة جدا. هذا هالمخبول هالمريض النفسي هذا دونالد ترامب، وهالمريض من بعده النفسي نتاع الولايات المتحدة الأمريكية، هو جهازه في الاف بي اي وسي اي اللي يسيب عليه عن طريق مرتزقة، خاصة في الأربع سنين الأخرانية معناها المنازل حوالي 32 منزل، اللوتلة حوالي 12 منزل، لما يدعى بمافيا البين. ما خلتنيش نخرج من البلاد، حب يتحطم لي أعصابي وخرج مريض عقل ومريض نفسي. آخرها الديفيزيون على العربية قرابة ساعة ونص في ظهورين بعد 7 شهور و8 شهور على العربية، وهو متفاهم هو النظام الخليجي ككل ومجلس التعاون الدولي الخليجي كأمور سياسية دولية على إثرها يحاول يغلف بملف عصام الملوحي، ومباشرة انهاء اعصابه عن طريق حتى السحر والشعب وانواع السحر السرياني ولا وعبودي والضبوطي. وحاليا مسيب نساء هذه البنات اشتراها نتاع مواخير معناها تتاخر وخارج على مواخير تونس العاصمه والاربع خمسه جهات اللي سكنت فيها، وكذلك الديار معناها بمجملها معناها في اربع خمسه جهات. بالنسبه لي انا معناها هو البارون نتاعو مدى دونالد ترامب، والريزوم نتاعو في العالم الكل خاصه المونيتير واليوما، معناها ادارته الكل لحد هذه اللحظه صبيح بركه ثلاثه على مستوى العربيه ديفيزيون ثلب وشتم المباشر لعصام لوحي. هذوما معناها على رؤساء الفاشلين والمتقلدين المناصب في الخليج على كل المستويات، هي اللي دخلت الشيء من الفرونتيرا نتاع ليبيا والجزائر واسبانيا وايطاليا لوسط العاصمه التونسيه. محاوله اظهار عصام في ايام العيد ميلاد خاصه وفي كل الاعياد الرسميه الدينيه، وخاصه يوم الجمعه معناها كسلفي جهادي معناها منظر للسلفيه الجهاديه ومريض نفسي وغير عاقل، وما معناها ما ينجحوش على الستة سبعة نتاع العشية معناها تحت الحماية التونسية، خاصة مرتزقة وزارة الداخلية التونسية، خاصة هذوما والرئاسة التونسية والدفاع التونسي اللي صار الصباح وعلمت به وزارة الثقافة عن طريق أعوان الحراسة الموجودين في الباب الأمامي تحت الكاميرا نتاع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الدفاع، واللي صار في دار الكتب الوطنية. على كل طريقة هذه الناس فاشلة دولية. الصباح زاد كيف حضور معناها الاكستري في المقهى المقابل اللي جلس فيه عصام في اجتماع يظهر الاتحاد الاوروبي ولا شنو، ما عندي فيه حتى بيع ولا ذراع عصام لوحي في قضاياهم الدوليه. عندي 4 مطالب لجوء معناها، وأطلب 4 مطالب دولية للحماية الدولية الشخصية هي في محكمة العدل الدولية لها، ورغم الأنف في مكتب أنطونيو جيرياس، ورغم الأنف في مكاتب الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، وكذلك على مستوى التونسي زاد، وكذلك على مستوى الكندي خارج أوروبا، معناها في أوروبا الكل، وفي تونس كافريقيا، وفي الكندا في القارة الأمريكية، شحب وكهم 5 قارات هذو. ومطلب اللجوء في جزر القمر والسيشيل في الجهه الخامسه من العالم. هاني كونفرميت العالم كامل معناها هذوما. ولا واكبر معناها القضاة معناها نهار كله هو ينبحوا في قدام وجهي وفي وذني. هذوما هل علمت عليهم انا دوليا وانواع السحر كلهم نتاع عبدة الشياطين والاقليات في العالم معناها، ونعرف حتى الاسامي نتاع المشعوذين الامبلونتي في بيبي جزيره وبيبي جديد وخاصه نهج المقطر بتونس العاصمه ولا ومنوبه وجندوبه والكيف والقيبس كتطرف ديني وتراسيزم ايديولوجيك، وديار نون ديكلاري يقع فيها جميع انواع الفساد والسحر والشعوذه والباساج والرولاسيون هيوماني كونتاكت مونيتير مع الهيلبين، ما يسمى مافيا وما يسمى بالحرس الثوري الايراني المصنف دوليا معناها ارهابي، والجزء الإسرائيلي من العالم اللي ما يعترفش به العالم وأجهزته الكل. وكذلك على مستوى أول مربط الفرس هو دوسييه البلاغ على الفساد التونسيين الدولية مع تونس، ترجمة ثقافة تونسية الرياضة التونسية، معناه يغني عن كل تعليق الشيء معناه. الشيء متلتل يوميا، وليت هبطوا للكنز دي سات دوز أجي بالنسبة للمرتزقة يستعمل في 10 سنوات حتى 20 سنة، اخروا اليوم اخروا تو.
معناها الأمور واضحة وصريحة على كل المستويات. كل باساج نمشي له هسترا، كان دخلت للأوتيل نحاول الفلوس، كان ما نقابلش مرتي وبنتي، يعملوا في جميع أنواع التصفية الجسدية، أنواع الضرب الكل تعرضت له من نساء. معناها هذوما هالقضاة هذوما، وأنا نعرف أساميهم مليح مليح، القضاة هذوما هم رؤساء المكاتب في كل المحاكم الفيدرالية والدولية والتونسية، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية وعلى مستوى لوكسمبورغ. معناها البروتكسيون انترناسيونال جاتني من دول لوكسمبورغ، بيرو لوكسمبورغ، لونتيت نتاع الفيشين نتاع الانترناسيونال هي الامم المتحده في درجه اولى، ومن بعد تجي لافير اترونجير اوروبيين الخارجيه الاوروبيه اللي هي تنضوي تحت اشراف وتحت التشريعي وتحت التنفيذي وتحت النظام الاساسي نتاع، ولو عندها خاص تاع تفاضلين الامم المتحده تمشي للاتحاد الاوروبي، ومن بعد محكمه العدل الدوليه، ومن بعد محكمه العدل الاوروبيه. هذوما الكل يخدموا تحت اشراف الامم المتحده. كيفاش ما تمسهمش 5 سنوات وانا يوميا بكل انواع الهرسله معناها من طرف ثابته، ولاو يتبجحوا في اللايف معناها، يتشاركوا كلهم معناها المورطين القضاة، نسطر باللحم القضاة بجميع انواعهم في تونس وبرا. والتشكيله الدوليه قرابه يدوروا في تريتوار قرابه 350 360 دوله، معناها مسيبين عليا لي فيليير فاميليال نتاع معهد تونس للترجمه اللي شكيت بهم، والمديرين العامين السابقين والوزراء السابقين. المهم مش عصام ولا بن لوحي برك اللي شاكي بهم، الاف وملايين من داخل الوطن وخارج الوطن. يوميا حوالي 2000 و2500 مرتزق وصلوا يستعملوا حتى في اطفال 10 سنوات. ماذا تفعل هذه الأسامي اللي تطوع على رأس محكمة العدل الدولية، ولا أعلى مناصب في محكمة العدل الأوروبية، ولا أعلى مناصب في مكاتب الأمم المتحدة باختلافها، ولا مفوضيتها، ولا في تونس، ولا في النظام التونسي الفاسد السابق، ولا الحالي السابق، والميديا يوميا تضرب، والجوهرة فيم يوميا، والشيء يوميا، وخاصة زيادة الضغط على عصام لوحي في 300 400% خاصة على الموارد المالية وعلى الشارع التونسي، اللي معناه للهسرة وترشيق أي وتنظير والاريست نتاع عصام محاولة إيقافه وكيدنابينج كالعادة جمعة سبت حد إلى 6 أيام التونسي أو إلى جهة غير معلومة أخرى، ثم تعذيبه، ثم ما عندهم ما يعملوا بالفشل نتاعهم والمرض النفسي الجنسي نتاعهم الكل. نحكي الكل لأنهم مورطين الكل في أنواع الفساد الكل المصح عليها الدولة التونسية. حتى فصله حتى قانون لا تونسي لا دولي لدى المحاكم الدوليه والامم المتحده في اتفاقيات ومعاهدات موجوده. اي شاب ولا اي مواطن يخرجهم الكل في نصف ساعه من الزمن، يلقى عناصر الكل الممسوسه بعصام لوحي ملف قضيته مباشره. الشارع معاش باساج عصام لوحي من باس صباط بالعاميه التونسيه فارغ، معناها معاش ينجم يتعدل واحد بالسبان وثلب والشتم اسمه ورايا السياح، معناها يستعملوا في 10 12 سنه. 10 كله لابس بالاسود، كله عبود، وكله بالعاميه مهلوك تونسيين معناها جنسيا سيء وفاء معناها وفاء، يا راجل يا امراه، هذوما معناها نتاع المافيا هلبين والدعاره والفيجرا وكذا معناها. الشيء اللي دخل الشيء من خلايا نايمه في داعش وفي معناها برشا تنظيمات ارهابيه مصنفه ارهابيا تتعامل مباشره مع الناس هذي، تتعامل مباشره مع الشيطنه والتغفليج والتسيير الفاسد نتاع الوظيفه العموميه التونسيه انطلاقا من ميدان اللي هو معهد تونس للترجمه، المركز الوطني للترجمه 2009 لغايه اللحظه. وزاره الشؤون الثقافيه، دار الكتب الوطنية خير وليس آخر، نكتشف أنه يدخل معي يوميا تحت الثلب وشتم والسباب العلني قرابة معناها 220 ريشيرشي ولا عندهم أوساخ نتاع حبس سابق في البيت الروام نتاعهم. معناها معناها الدنيا هذه تاكل يومين رشاوي على محاوله الاطاحه بعصام لوحي، تخرج تنمق صورتها ومعناها تسيس صورتها اعلاميا حسب قضايا ما عنده فيها عصام لوحي حتى دخل، ثم هي بيدها الاسماء الدوليه ولا التونسيه داخل التراب التونسي وخارجه، وهي بيدها تبعث ما يسمى بالحريقه في معناها في من الخمسة نتاع الصباح للنص الليل، ثم تسلمني يتراتحوا. اي قضيه دوليه، اي مشكله دوليه، اي مشكله تونسيه يحبوا يدخلوا فيها عصام لوحي وعايد. انتم راكم متابعين عادلين دوليين لجميع شعوب العالم على الشانل نتاعي ساعه يوتيوب، واوفيسيالمون انا تحت بروتكسيون انترناسيونال بالبروسيدور، حتى اذا كان عندي للتو ما تسلمت انا، للتو ما عنديش انا ممنوع حتى بلوكاج باش نكلم عائلتي يقصوا علي التليفون.
باش نكلم أمي ولا بابا ولا عايلتي يقصوا عليَّ التليفون، نهبط نعرف أدريس نتاع زوجتي وبنتي اللي ما ريتهمش 5 سنوات وواش 3 مرات ضربوا معناها النقل معناها دخلوا معناها ان بلوك نتاع معناها محضر معناها اكسيدون مباشرة لكرهبة النقل مباشرة وقفون. 3 4 مرات في حي الزهور معناها بالسكاكن بالواحد وبالعصي وتحت حماية الأمنية. معناها هالدنيا هذه الموجودة هذه شنو هو رئيس هذه؟ كيس كيل اكزيرس وشنو هي هالمجلس النواب اللي انا عندي منه تو في حوكه معناها المطلب التسويه نتاعي عنده شهرين ونص بطاقه تعريف نتاعي وجواز سفر نتاعي وشهادي الكل ما زلت ما خديتهاش فاش تستنى نعرفكم واحد واحد امام العالم جميع نعرف اسم شكون مورط ونعرف شكون وراه داخل وخارج الوطن ونعرف قداش خذا ونعرف الكونت نتاعو ونعرف التليفونات نتاعو ونعرف السيبلاج نتاعو ونعرف الفليير فاميليال نتاعو شكون مورط داخل وخارج الوطن وما نتكلمش وما نتقرعش وما نقول حتى شيء وما نفضحش الملف نتاعي الا كي نخرج لبرا الابحاث الدوليه المختصه واللي عنده ريح يقدر يعيش. اي ام سرفايف بالانجلي مازلت عايش برغم اللي ما عملتوه لعصام الدين عصام الكل وعصابه عصام اللوحي وحياه عصام اللوحي في تفاصيل الكل من 2014 لغايه اللحظه واسما لا نترككم لا احنا المبلغين ولا عائلتي ال11 ولا البرة ولا الداخل ولا محامين الارض ولا الحق الدولي التونسي والدولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.